نفسي ينتقم ربنا من الأنظمة الفاسدة. كان عامل نفسه دكتور وعامل نفسه ثوراجي، وهو عايز الحرب هو والعصابة بتاعته والشبيحة والبلطجية. ربنا ينتقم منه. بشار الأسد امتى هيروح في داهية؟ اللي بيحصل في سوريا ده واحد دكتاتور بيموت في شعبه، يعني اللي بيعمله ولا يعمله مسلم ولا يعمله يهودي ولا يعمله أي أحد. يعني احنا محتاجين نكون هنا في الميدان علشان يبقى ده دعم كمان لاستكمال الثورة في سوريا، وفعلا هم يعني شعب مناضل ومكافح وتجربة قاسية لكن مهمة جدا، وإن شاء الله يعني النصر للشعب السوري. نتمنى إن شاء الله بنجاح ثورة سوريا كما نحن الآن ماشيين في اتجاه النجاح، وإن شاء الله يوفقنا ربنا ويوفق الشعب السوري وكل الدول العربية بالنجاح وبالحرية والديمقراطية. وإن شاء الله نشوف سوريا قريب يحكمها حاكم أمين على بلادها زي ما إن شاء الله إحنا بنتمناه للشعب المصري وكل الدول العربية. وشكرا. طبعا الجامعة العربية موقفها سلبي جدا يعني، وما اظنش اللي هي تعمل اي اجراءات تكون في صالح الشعب السوري، لان زي ما يعني هي مشلولة دلوقتي، ازاي هتقف على رجليها عشان توصل لسوريا. الجامعة العربية مفروض الجامعة العربية توافق قرار حقاني وجداني للشعب السوري. ما ينفعش الجامعة العربية في مصر في عاصمة الدول العربية تحكم حكم مش عادل للشعب السوري. أنا راجل فلاح وراجل مصري وراجل سوري، أحب الشعب السوري جدا جدا. قرار الجامعة العربية بطيء، بيديله شهر مولة ليه؟ أنا اديله شهر مولة ليه؟ ليه؟ حرام، يقتل أطفال ويدسهم بالجزم، تتكلم حرام والله العظيم. العسكري يحط دماغه بالجزمة مش بني آدم، كافر. وبعيط وبزعل على الناس المنشقين بتوع الجيش، الشباب بتاع الجيش المنشق يا حبايبي بيموت فيهم، ربنا ينتقم منه. هيخلص على جيشه، هيخلص على جيشه الكلب. عيبه مكشوفة والناس كلها كشفاها، لو سألت طفل صغير في الشارع هيقول لك ده مكشوف لعبه. وبعدين هو نهايته قربت خلاص يعني. ان شاء الله. يعني كلها ايام معدودة ان شاء الله هتلاقيه في القفص يقتلوه. ان شاء الله حصل قذافي كده. الشعب السوري بصراحة اللي ملوش غير ملاذ واحد هو ربنا سبحانه وتعالى، ولا جامعة الدول العربية ولا أي مبادرة عربية، وما لهمش غير ربنا سبحانه وتعالى. بنقول للشباب في سوريا كملوا زي ما احنا مكملين، وانتوا لازم تكملوا. بشار مجرم بيقتل فيكم، بس انتوا اللي صامدين وانتوا اللي هتفضلوا تكملوا، وما بايديكم مش بأي دعم خارجي أو بدعم دولي، منكم فيكم والله معاكم. شعب سوري لازم يتحرر من نفس الشعب السوري. جنة 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 والله يا وطننا، يا وطننا يا حبيب، يا ابو قليب الطيب، والله نارك جنة، والله نارك جنة. بقول لاخواننا في سوريا اصبروا وصابروا ورابطوا، نحن اخوانكم في مصر، اصبروا على الطاغية الأسد، اصبروا ان شاء الله النصر قريب. احب اقول لشعب سوريا ان احنا هنا معاكم برضو، ولو كان في ايدينا حاجة كنا عملناها، بس للأسف السلطة عندنا منفضة يعني ملهاش رأي كده. بس احنا لو السلطة في ايدينا دلوقتي في مصر كنا ساعدناكم بأقصى قدرة ممكن نعملها، وربنا معاكم. يا ريت النظام ياخد عزة واعتبار للي حصل في مصر هنا ان شاء الله. يعرف ان هو مهما تمسك بالكرسي ومهما تمسك بالمنصب هيجي اليوم والساعة اللي فيها هينخلع النظام ان شاء الله. يعني أسوأ شخصية في 2011 و2012، أوسخ شخصية بشار الأسد. يعني حرام الروح تموت، بشر يموت كده حرام. عشان ايه ده كله؟ عشان ايه؟ عشان مش عايزينه؟ طب مش عايزينك يا سيدي. أنا أحب أوجه رسالة للشعب السوري إن هو يستمر وما ييأس من بغض
السفاح بشار، احنا بندعي عليه ليل نهار هنا على فكره، متضامنين معاكم والله العظيم بكل حاجه، ولو ننفع نروح كمان نبقى معاكم هنروح، بس كيب اون كيب اون كيب اون. واحنا مع شعب سوريا وربنا ينصر سوريا ان شاء الله. الثوره هتنتصر، بشار هيمشي وهيبقى مصيره في الاخر زي الكلب اللي قاعد دلوقتي محبوس ورا القفص. وانا بدعي الشعب السوري ان ربنا معاه واحنا واقفين معاه، وربنا ينصره على من يعاديه، لان شعب عربي شعب عربي عربي. عايزين نمشيهم من مصر. الشعوب ما بتموتش، والشهيد دمه مش بيروح كده. ان شاء الله هيجيب حقه، وان شاء الله الشعب السوري هينتصر، وكل الشعوب هي الانظمه الفاسده اللي هتروح في داهيه ان شاء الله.